احنا معانا دلوقتي الدكتور ياسر جمال الدين، باحث في العلوم السياسية بجامعة مدريد الأسبانية. طبعا دكتور ياسر أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. الاول يعني حضرتك عضو في الحزب الوطني؟ لا اطلاقا. طيب ولا في الإخوان؟ ولا في الاخوان. على فكره انا ما مارستش اي نشاط سياسي في خلال الفتره اللي فاتت، وده كان شرف ليا صراحه. لا وكويس، وده يدي مصداقيه اكتر للكلام اللي انت هتقوله دلوقتي. اتفضلي يا فندم. حضرتك هتصوت بنعم في الاستفتاء. ليه؟ نعم، بالنسبه للاستفتاء الحالي دلوقتي اعتقد دي نقطه مهمه جدا في خلال المرحله اللي جايه دي، بسبب ان احنا محتاجين نطلع من الوضع اللي احنا موجودين فيه بالنسبه لمصر. الوضع المؤقت ده ما ينفعش ان احنا نستمر فيه كتير، واعتقد الانجازات اللي اتحققت من خلال التعديلات الدستوريه تعديلات مهمه جدا، وحصل فيه ايجابيات كنا احنا بنحلم بيها. لكن النهارده ما ينفعش ان احنا لما نشوف يعني فرصه معينه عايزين ناخد كل حاجه، عايزين ناخد كل شيء بتدرج، وكل شيء التدرج نفسه هو ده اللي هيكون محور الامان بالنسبه لمصر والامن اللي في مصر، وبالنسبه للمواطن المصري وحريه المواطن المصري والديمقراطيه نفسها. ما ينفعش ان احنا الثوره تستمر سائره على طول ضد كل شيء، ما ينفعش. محتاجين ان احنا يكون في تدرج في كل الاعمال وفي كل النقاط، في كل المحاور بالنسبه لموضوع الانتقال الدستوري. النهارده احنا رافضين الدستور بكامله، تمام. مش لازم ان احنا نتحرك في الموضوع دوت ونقول احنا مش عايزين الدستور كله دلوقتي. احنا محتاجين تريث عشان يتخذ قرارات صائبه وعاقله في التوقيت المناسب بتاعها، بس محتاجين ضروري قوي ان احنا نخرج من المرحله المؤقته الغير امنه بالنسبه لمصر صراحه في التوقيت ده. طيب انت مش متخوف من وجهة النظر اللي بتقول انه التعجيل بالموافقة زي ما حضرتك بتقول هيحمل لنا ان احنا هيبقى في انتخابات برلمانية هتحمل لنا اعضاء من الاخوان واعضاء من الحزب الوطني، على اعتبار ان هم الكتلتين الوحيدتين الموجودتين بشكل منظم في الشارع السياسي النهارده؟ بداية أولا الحزب الوطني فقد مصداقيته، ده رقم واحد. ما تفتكر يعني على أي أساس هو واثق قوي كده وبيدعو الناس إنهم يقولوا نعم إلا إذا كان متأكد إنه ده هيساعده في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ يعني والله احنا لو احنا نقول ان ده هيساعد الحزب الوطني يبقى معلش، يبقى احنا ما عملناش حاجه في الثوره، او الثوره ما عملتش اي شيء، ولكن يبقى معنا في مؤامره. يبقى احنا بنفترض عنصر المؤامره في اللحظه دي ان هو تم تدبير هذه النقاط، بس ما ينفعش يتم تدبير المؤامره دي ونقول ان الحزب الوطني هيلملم اشلاءه زي ما ممكن نقول، وهيبتدي يجمع نفسه عشان يدخل في الانتخابات ويرجع زي ما كان. الحزب الوطني الديمقراطي فقد المصداقيه من راس الهرم لقاعدته، ولذلك انا من وجهه نظري ان دخول الحزب الوطني هي ما اعتقدش انه هيوصل، لان في جزئيتين حاليا شغالين في الشارع السياسي. الجزئيه الاولى ان في مطالبه بحظر الحزب الوطني ومنع رموزه من ممارسه العمل السياسي. في مطالبه لكن ما فيش استجابه. وفي مطالبه. لا اعتقد يعني مش عايز اسبق الاحداث شويه. في غالبا الى حد ما هتكون في مظاهره في خلال الجمعه يوم 25 مارس، هي اسمها جمعه التطهير. هي بيطالب فيها الشارع المصري بتطهير الساحه السياسيه من الحزب الوطني، وعمل حظر على مقراته، وعمل منع ممارسه رموز الحزب الوطني من ممارسه العمل السياسي في خلال المرحله القادمه بشكل نهائي. الرموز اللي هي اعتقد لو تم اجراء هذا العمل سواء من خلال الشارع المصري او من خلال المحكمه وفي قضيه مرفوعه، اعتقد ده متهيألي هيكون الضربه القاضيه بالنسبه للحزب الوطني. طب وبالنسبه للاخوان كقوه سياسيه، يعني هو الاخوان اعتقد يعني في التوقيت ده يعني نقطه ايجابيه جدا ليهم. ما ظهروش العمل اللي عندهم اللي هو ممكن يكتسبوا الشارع المصري من خلال افعالهم، لانهم في الفتره اللي فاتت كانوا مضطهدين شويه او مطاردين من خلال الامن او من خلال جهات اخرى، وفي نفس الوقت متخيلين ان هم هيلاقوا مصداقيه كبيره في الشارع المصري. انا اعتقد بالرغم ان هم في نقطه ايجابيه، يعني بنقول هي النقطه التوب بالنسبه لهم، لو كسبوا جزء كبير في الانتخابات مش هيتعدوا ال 25% او ال 20% من مقاعد الحزب، من مقاعد مجلس الشعب. واعتقد انه برضه في المرحله الحاليه هم بيحاولوا يدخلوا بشكل كبير جدا، بس انا من وجهه نظري اقلل من قدره الاخوان المسلمين ان هم يكتسحوا في مقاعد المجلس الشعب. لا بس انا مش معاك يا دكتور في الحكايه دي. افتكر او افكرك بانتخابات 2005
المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كان دخل 88 واحد من الإخوان. المرحلة الثالثة بقى اتقفلت الحكاية من بره، ولولا كده كان ممكن يوصلوا مثلا لأكتر من 120 واحد، فبرضه ده رقم مش قليل. والله انا اعتقد ان حضرتك معاك رقم مش قليل، لكن الوضع الحالي دلوقتي يمكن وانا مش ضد الاخوان، بس انا بناقش معاك النظريه برضه اطلاقا. انا مش ضد الاخوان، لكن انا بقول للساحه حاليا دلوقتي اعتقد انها هتبرز عناصر تانية غير منتميه لاي احزاب، وطبعا مش هينفع ان احنا برضه يعني نتجاهل الاحزاب الاخرى المعارضه التي كانت مضطهده ايضا. يعني الاحزاب الاخرى المصريه اللي هي نقول ممكن عليها هامشيه اظن شويه، ملهاش اي ثقل في الشارع. ما انا بقول لحضرتك هامشيه الى حد ما، لحد النهارده الى حد ما هياخدوا بعض نسبه بسيطه من المقاعد، ولكن انا يعني اشكك في بعض الشيء ان يكون الاخوان المسلمين يكتسحوا، لان مش كل الشعب المصري مؤيد للفكر الاخوان المسلمين بشكل كبير، بالرغم ان انا مش ضد الاخوان المسلمين ولكن مش معاهم. حضرتك باحث في العلوم السياسيه بجامعه مدريد. نعم. يعني مقيم في اسبانيا؟ مقيم في اسبانيا، لكن ابتديت استقر في مصر في خلال يعني من مده سنه تقريبا. انا ليه بسال؟ لانه اصله معظم الرسائل اللي بتجيلنا وخصوصا من المصريين المقيمين في الخارج مش مريحاهم قوي الفقره بتاعه الزوجه الغير مصريه على اعتبار ان هم عارفين كويس ان المغتربين معرضين ان هم ابنائهم يحصلوا على جنسيه البلد يعني اللي هم فيه. نعم. ده الى جانب زواجهم او زواج اغلبهم من اجنبيات يعني. هل انت مش فارق معاك؟ لا بص حضرتك، انا عايز اقول لك حاجه. انا على فكره انا في حياتي بره في اسبانيا ممتازه جدا، بس انا حبيت اعيش الواقع المصري لان انا كنت مصر كانت عايشه جوايا وانا بره. كلهم مصر عايشه جواهم، معلش احنا ما انا بقول لحضرتك حاجه، ما بنقللش من وطنيتهم اطلاقا. لا اطلاقا. انا بقول ايه في الجزئيه دي بالنسبه للموضوع، انا شايف ان ديت ماده قويه جدا ولا يجب ان تكون بهذا الشكل. ما ينفعش جدا، لان الزوجه لها تاثير باي شكل من الاشكال. ده رقم واحد بالنسبه لجزئيه الزوجه، لها تاثير قوي جدا على الزوج، فما ينفعش ان تكون زوجة رئيس الجمهوريه غير مصريه. انا متفق تماما في هذه النقطه. النقطه الثانيه، بعض الاشخاص اللي هم اثروها بيقول لك ان ممكن يكون ابن دبلوماسي وخد الجنسيه بالتبعيه لانه اتولد في دوله وخد جنسيه. انا عايز يعني اوضح نقطه مهمه جدا في النقطه دي. ما حدش بياخد الجنسيه الا لما يطلبها، بمعنى ان لا المولودين على الارض الاجنبيه ولا المولود يا فندم، ولا المولود على الارض ياخد الجنسيه لو طلبها قدام السلطات اللي هي في البلد، بمعنى انه ممكن يتولد في البلد وما يقدمش على الجنسيه فعلا، يفضل جنسيته مصري. يعني يعني ممكن يبقى مولود في امريكا لكن يطلب انه ما يحصلش على الجنسيه الامريكيه، ما يطلبش الجنسيه الامريكيه ويحتفظ بجنسيته. ما يعيش هناك ازاي؟ معلش، ما هو عايش هناك، ما هو هيعيش كانه ابن مقيم، ابن والده مقيم في مثلا الولايات المتحده في البلد الاجنبيه، وهو بالتبعيه بيقيم مع والده ومع اسرته. ولكن ما فيش حد بيحصل على الجنسيه الا لما يطلبها شخصيا، هو او والده يطلبها له. بمعنى ان مثلا في اسبانيا او في اي دوله ثانيه لما بيتولد بيقول له انت عايز تاخد الجنسيه، هو اللي يتقدم ليها. يعني نقول هو اجراء منفصل وليس اجباري ان هو يتولد يبقى ياخد الجنسيه الاجنبيه. يعني مش بمجرد ميلاده بيتسجل يعني. لا لازم نفصل بين حاجتين، ان هو يتولد في البلد الاجنبي ياخد شهاده ميلاد انه مولود في البلد الاجنبي، لكن عشان ياخد الجنسيه لازم يتقدم هو او والده يطلب الجنسيه الاجنبيه للابن المولود. ودي من اكثر النقاط حساسيه، بمعنى بقول انا ذنبي ايه؟ انا ابن مثلا، انا ابن دبلوماسي واتولدت مثلا في البلد دي وخدت الجنسيه بالتبعيه. لا، هو ما خدش الجنسيه لكن هو والده اللي طلبها له. هو والده عايز يحتفظ بالجنسيه المصريه. انت متجوز يا دكتور؟ انا متجوز مصريه كده بتتكلم بقلب جامد يعني، او يعني مش ناوي ترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه؟ لا ما اعتقدش. عندك ولاد اتولدوا في اسبانيا؟ لا، ما حبيتش ان هم يتولدوا في اسبانيا على فكره. كنت يعني انا زمايلي كتير قوي خدوا يتولدوا هنا في مصر يعني. خدوا زوجاتهم وراحوا اتولدوا هناك. انا ما حبيتش، انا قلت ابني لو عايز يطلع اسبانيا بعد ما يكبر وينضج ويفهم كويس جدا انا هدخله اسبانيا، لكن لو هو عايز بعد كده عايز يرجع اسبانيا يروح هو بنفسه بعد ما يشوف الحياه، يشوفه عايز ايه يروح هناك، او ما يروحش حاجه ترجع له هو. لكن ما حبيتش انه يكون في ارتباط بالدوله الاجنبيه من البدايه. على فكرة ده انت من النادرين اللي بيعملوا كده. نعرف ناس كتير بيودوا مراتاتهم وهم في الشهر الثامن مثلا، عشان فنانين مشهورين قوي دايما يقول لك انا هروح اولد في امريكا. انا رفضت هذه الفكرة. طب والله احنا بنحييك
وانت كده تستحق فعلا ان انت تتوجه فورا كرئيس للترشح كرئيس لا للجمهوريه. يا فندم، طبعا هو اشخاص، يعني احنا بنقول احنا طبعا فعشان كده انت مش جداً. متحفظ على هذه الماده يعني. لا لا اطلاقا، ده انا سعيد بيها جدا. طب انا بشكرك جدا، ودايما تبقى معانا في ميدان التحرير.